السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا تجهيزات رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. ما احنا الأيام دي كلها هنعيشها بروحانيات رمضانية عشان ندي لنفسنا طاقة إيجابية كده وحماس. وأول حاجة تعمليها علشان تديني طاقة إيجابية وتديني حماس ان تعملي لي لايك قمر كده من ايديكي، واشتراك لو كنت لسه اول مره تشوفيني، ويا ريت لو تقعدوا كام دقيقة في الفيديو يبقى كتر ألف خيركم. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا بوصفتنا القمر. يلا نسمي الله كده ونشوف الوصفة القمر ايه دي يا هنا. وصفة جميلة جدا، سهلة وسريعة وفي نفس الوقت لذيذة زي ما انتم متعودين مع هنا. وايه يا هنا اللي في اول الفيديو كده مستفتحانا بيه؟ الشجرة يا حبايب هنا الخضراء اللي دايما بتخلينا نزرع جنة نزرع نخلة في الجنة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ايه الكفتة دي يا هنا؟ بصراحة زوجي جابها لي يا جماعة، اسمها بيف. بصراحة اول مرة هجربها معاكم وهنفتحها كده مع بعض. ربنا يبارك له، كان جايبها لنا من مكان كده عامل تخفيضات. ما احنا الايام دي يا بنات بندور على التخفيضات فين ونجري عليها علشان ربنا يرزقنا البركه في رزقنا. بصراحه ما شاء الله انا اول مره افتحها معاكم. هي عباره زي ما انتم شايفين كده صفين فوق بعض، يعني ده اول صف وفي صف كمان تحته. يعني بصراحه كميتها حلوه وكبيره مش قليله. هبتدي افككها من بعضها لان الحاجات المجمده دي يعني الافضل يعني ان انت تحطيها في الزيت وهي زي ما هي متجمده، ما تسيبيهاش لما تفك. وهنشوف مع بعض وصفتنا. انا فككتها من بعضها علشان ما كانتش راضيه تتفك ابدا يا بنات. جبت سكينه وبدات افصل كل في كفتايه عن التانيه. حلوه كفتايه دي عن اختها، ربنا ما يفصلنا عن اخواتنا ابدا ابدا يا رب. ورحت بقى ايه، قلت اما احطهم في حبه زيت مش كتير يا بنات. اوعي تكتري الزيت الايام دي. خليكي ست بيت شاطره وخليكي ست بيت قروبه ودبري بيتك ودبري دنيتك وارحمي زوجك علشان ربنا يرحمنا باذن الله. ربنا يرحمنا لما نرحمهم ان شاء الله. حبه زيت شويه قليله كده علشان طبعا احنا هنحمر فيهم الكفته، يعني مش هنعرف نعمل فيهم حاجه بعد كده. فما نحط الزيت كتير ونهدره وبعد كده هنرميه. لا، احنا نحط على قد اللي احنا هنستخدمه بالظبط. هتعملي ايه يا هنا؟ بصراحه بما ان الكفته مش دواير علشان نحطها في صلصه وصوابع زي ما انتم شايفين، فانا ان شاء الله هعمل الصلصه بتاعتها في الصينيه على طول. خليكي برضو شاطره وقروبه وما تعمليش مواعين كتير جنبك وانت بتعملي. ايه، بدل ما تعملي في حله الصلصه وبعدين ترجعي تحطيها في الصينيه وترصي الكفته، اعملي كله في حاجه واحده وخلي عندك كده رضا وخلي عندك بركه. والبركه زي ما متعودين بنجيبها منين؟ بنجيبها من صلاتنا الصباحيه ومن دعائنا التحصيني، وكمان الصلاه على وقتها. الصلاه على وقتها. عايزه بركه في يومك في دنيتك في كل حاجه بتعمليها. اول ما الاذان يأذن سيبي كل اللي في ايديكي وصلي ركعتين لله كده، وصلي الصلاه المفروضه عليكي. وما شاء الله تبارك الله هتلاقي ربنا اداكي البركه البركه البركه. وكمان يكون عندنا حسن ظن في الله ويقين في الله بان النهارده هيكون يوم جميل. النهارده وبكره وبعده وكل ايامي وايامكم جميله ببركه رضا ربنا علينا. شوفوا ما شاء الله اتحمرت بسرعه. هقلبها بقى على الناحيه التانيه والوصفه شغاله. وهي شغاله نقول ايه؟ اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. يلا يا بنات اذكروا الله، استغفروا الله، صلوا على النبي كتير جدا جدا الأيام دي. ندعي لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين فناخد أجرهم كلهم يا بنات. الدعوة بظهر الغيب لغيرنا. وبما إن احنا قلنا دعوة، حبيبتي أم عادل بنوتي ربنا يبارك لي فيها، بنتها عايزين ندعي لها كده ربنا يهديها ويصلح من حالها. بتقول هي ما شاء الله تبارك الله حركتها زياده وبتعمل مشاكل مع اخواتها ومع بنات خالاتها وكده. فهي انا بقول لها هي طبيعي الطفل بيكون كده، بيكون عنده حركه زياده، بيكون عنده كده فرط في الحركه. انا اولادي في منهم كده وفي منهم كده، بس اصبري والله بيوصلوا لسن معين. وسبحان الهادي سبحان الهادي ببركه الدعاء وبركه الصدقه وبركه حاجات كتير قوي. ربنا ان شاء الله يتقبل باذن الله. عايزين ندعي لبنوتتها ربنا يهديها ويصلح من حالها، وان شاء الله تريح قلبك يا ام عادل يا حبيبتي ان شاء الله، وتشوفيها احسن البنات اللي في الدنيا باذن الله. وربنا يجعلها بره ليكي، ودي باب من ابواب الجنه ربنا يخليها لك يا رب ويحفظها هي واولادك كلهم اللهم امين. يلا جبنا كام حبه طماطم في الكبه كده يلا وظبطناهم، والبصله شغاله والدنيا شغاله. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا. نعم البصله احمرت يا دوب بسيط. انا مش بحب اخليها تبقى حمرا قوي يا بنات عشان يبقى طعمها مسكر كده وقمر. يا سكر يا سكر زي قلوبكم المسكره وزي تعليقاتكم اللي احلى من السكر. خلاص تمام كده. هنحطها بقى في الصينيه، وطبعا زي ما انتم متعودين كبتنا
بيتنا اتغسلت وبقت نظيفة. ما انتوا متعودين مع هنا كل حاجة بتخلص بننضفها بسرعة علشان بعد ما نخلص يبقى مطبخنا نضيف وزي الفل. هنحط بقى حبة من الملح، حبة من السكر عشان نعادل الحموضة، شوية من السبع بهارات. ظبطي وصفتك وظبطي اكلتك، اللي عين عليها كفتة وعين عليها الصلصة، والحمد لله الدنيا شغالة. وطول ما هي شغالة بندعي لينا شوية بابريكا كمان عشان ندي طعم ونعزز اللون كده. وندعي لينا ولجميع المسلمين، اللهم بارك في عمر أمي هي وجميع أمهات المسلمين، وارحم أبويا واغفر له وجميع أموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. اللهم ارزق كل مشتاق الذرية الصالحة. أم محمد حبيبتي من السعودية وردينا، ربنا يرزقكم الذرية عاجلا غير آجل، اللهم آمين. ربنا يفرج كرب كل مكروب ويسد دين كل مديون يا رب العباد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خلي لسانك ذاكر، خلي قلبك ذاكر قبل لسانك. استشعري الذكر بقلبك مش بلسانك أبدا أبدا. استشعري إن أنت الأيام دي الحصالة بتاعتك بكل حسنة بتحطيها بتتحط معاها أضعاف أضعافها بمقدار لا يعلمه إلا الله. فهيلا من الحصالة فرصة 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 يا بنات. شهر 30 يوم الأعمال فيه معظمة، ما نضيعش فيه يعني 30 ثانية، ما نضيعش فيه دقيقة واحدة. الحمد لله. الكبة زي ما انتم متعودين مع هنا برضو بمسحها بفوطة بسرعة كده وبحطها مكانها، يبقى كده كبتنا نضيفة والموتور بتاعها نضيف، يعني الدنيا شغالة معانا. وزي برضو ما هتشوفوا فوطك في ايدك. فوطك فين؟ فوطك في ايدك. كل ما تخلصي اي حاجة تبتدي تلمعي مكان ما خلصتي، وبكده ما شاء الله يبقى حواليك نضيف ومرتب، وبتهوني على نفسك طول ما انت واقفة. وطول ما انت واقفة لسانك ذاكر، طول ما انت واقفة اذاعة القرآن الكريم جنبك منورة دنيتك ان شاء الله. الكفتة اهي والصلصة خليتها بس خدت كام غلوة، مش هخليها تتسبك يا بنات، علشان عايزة الصلصة دي تنزل، عايزة الكفتة دي تنزل في الصلصة تشرب من الصلصة بتاعتها وتخلي طعمها قمر القمر. طبعا الفلفل الحار اللي انتوا كنتوا شايفين معايا انا هحط نص واحدة بس، مش هحط واحدة كاملة علشان ما تبقاش حرقة على الولاد الصغيرين يعني، وفي نفس الوقت تدي طعم كده وقمر كده وجميل. انتوا اللي امارات قلبي والله. حابه اشكركم يا حبايبي على دعمكم للقناه الايام دي، ربنا يخليكم ليا ووقفتكم جنبي وتعليقاتكم اللي ما شاء الله بتجبر خاطري. والله يا بنات تعليقاتكم هي اللي بتخليني اقوم واصور، الحمد لله على كل حال. لكن والله العظيم انا لو عليا انا يا دوب شغلي واشوف طلبات بيتي وانام يا بنات. مش عايزه اعمل اي حاجه غير ان انا انام. العلاج اللي انا باخده بينيمني كتير جدا، لكن والله لما بشوف تعليقاتكم كده بحاول اقاوم كده واشوف لي فنجان قهوه اخده واظبط دنيتي كده واقول لا انا هصور علشان حبايبي مستنيين فيديو. انا هصور علشان انا مستنيه اشوف تعليقاتهم اللي تكبر بخاطري وتفرحني وتحسسني ان الدنيا لسه بخير. الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب يجعلنا صحبة الجنة ان شاء الله يا رب باذن الله. انا عند حسن ظني في عبدي بي، وانا بظن فيك يا رب انك هتجمعنا في الفردوس الاعلى على سرر متقابلين، لان احنا بنحب بعض في الله يا رب من غير ما نعرف بعض ومن غير ما نشوف بعض حبينا بعض، وهي دي القلوب المتألفة. ربنا يا رب يكرمنا يا رب ألفته ومحبته، ربنا يرزقنا محبته. ما شاء الله ايه اللون القمر ده، تصدقي شكلها في التصوير حلو قوي. جبت شويه من البقدونس رشيتهم شويه كده على الكفته وطفيت على طول يا بنات. خليت البقدونس او الخضره دي اخر حاجه علشان عايزاها تحتفظ باللون الاخضر القمر ده. طب هتعملي ايه يا هنا؟ الكفته هنعمل جنبها ايه؟ يلا حمري شوية مكرونة يا هنا، خليكي شاطرة وخليكي قروبة. وبصراحة أنا كنت عايزة أعمل رز بشعرية يا بنات، لكن والله أنا ما قدرت أقف عشان أعمل الرز بالشعرية. أنا قلت أحمر شوية مكرونة بسرعة كده، والحمد لله رزق من عند ربنا. أهم حاجة أعمل أكل لولادي منه يكفيهم، ومنه برضو يبقى مش مكلف، لأن أنا لو جبت أكل من بره هيكلفني كتير وفي نفس الوقت الكمية بتاعته برضو مش هتكفي. إيه دي هنا؟ دي الزبدة البلدي يا حبايب هنا، كل سنة وأنتم طيبين. باخد منها حتة. اللي عايز يخزن زبدة يا بنات الوقت ده احسن وقت وافضل وقت لتخزين الزبده، شهر طوبه يا بنات. الزبده فيه بتبقى حلوه جدا وخيرها كتير، لما تيجي تسيحيها بتعمل معاكي سمنه حلوه. بس انا طبعا زي ما انتم متعودين معايا شويه بسيح وشويه بحط حته كده محبه من الزيت عشان يطعموا الاكله بتاعتك ويخلوها ما شاء الله طعمها جميل. حطيت حته من الزبده وهفضل اقلب بقى في المكرونه لحد ما تتحمر. وبكده الحمد لله هنعمل شويه مكرونه مع الكفته، وفضل ونعمه من عند رب العباد. الحمد لله. اكله وصفه وسهله وسريعه وفي نفس الوقت لذيذه. تقدري ترجعي في نص ساعه تكوني محضراها. ما شاء الله المكرونه اتحمرت اهي. حبه من الملح بقى كده، ويلا مشي دنيتك وظبطي اكلتك وخليكي دايما قروبة وشاطرة. ربنا يديمكم نعمة على قلبي يا حبايب هنا، ويسعدكم ويهنيكم ويرضيكم، اللهم امين. ربنا يرضيكم. هتحطي ايه يا هنا؟ هحط حبة من السبع بهارات يا حبايب هنا، بتخلي المكرونة بتاعتك كأنها الطواجن اللي جاية من بره. بصراحة بتبقى حلوة جدا جدا يا بنات وطعمها بيفرق قوي.
جربي كده تحطي ال7 بهارات مع المكرونة بتاعتك، هتلاقيها ما شاء الله زي الطواجن اللي بنجيبها من برّه بالضبط. الحمد لله على كل حال، عايزين نكيّف نفسنا يا بنات، اللحمة بتزيد والفراخ بتزيد والسمك بيزيد وربنا يرحمنا برحمته. نواجه الغلاء بإيه؟ بالأذكار، نواجه الغلاء بإيه؟ بعبادة ربنا أكتر وأكتر، زي ما وعدتكم كده وزي ما دايمًا باقول لكم ادعوا ربنا كما أمرنا وسيرزقنا كما وعدنا إن شاء الله. وصدقوني كل يوم بييجي برزقه وبييجي بخيره. أنا كل يوم ممكن أكون راجعة من الشغل مش عارفة أنا هاعمل إيه، وسبحان الله ربنا بيلهمني إن أنا أعمل الحاجة الفلانية وبيطلع الأكل جميل ومليان بركة، الحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العباد. كده ما شاء الله تمام زي ما أنتم شايفين، أدي الكفتة خلاص والمكرونة بتستوي والحمد لله على كل حال. شوفوا ما شاء الله، كان في بصلة لو خدتوا بالكم كانت فايضة معايا، قطعتها قطع صغنططة وحطيتها على الوش، خلت طعمها قمر القمر يا بنات. شوفوا الدخان طالع إزاي، الكفتة قمر قمر قمر. بألف هنا وشفا على اللي يجرب الطريقة. أيًا كان النوع الكفتة، هاتي كفتة حتى جاهزة كده ومشي نفسِك بيها، عندِك لحمة في البيت خير وفضل ونعمة من عند الله، بهّريها كده واعمليها صوابع واعمليها كفتة والحمد لله على كل حال.